السلام عليكم. بسم الله. نبداو كاملين بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بصحه وعافيه يا ربي امين. الفيديو تاع نهار اليوم كما راكم تشوفوا غادي نشارك معكم كاطو اللي هو صابلي بريستيج ديليس الليمون. ديليس ماشي بذوق الليمون، بالليمون درت فيه العصير تاع الليمون، ما درتش غير العطر تاع الليمون. يجيه هشيش يذوب في الفم، يجي بنه من اروع ما يكون. هذا ملي كاطو بريستيج. شوفوا الشكل تاعه يجي رقيق والقوم ما نحكي لكمش يجي بنين بزاف بزاف. وثاني الخدمه تاعه ماشي معقده، ماشي حاجه كبيره، فيه مراحل بصح هو سهل. الخدمه تاعه سهله وغادي نعطي لكم مقادير تاع كميه صغيره باش في ساعه تكملوه. نبداو الفيديو تاعنا على بركه الله. بسم الله. غادي نبدا اول حاجه بالكريمه باسكو خاصها تبرد تماما باش نستعملها في الصابلي تاعي ولا في فوق الشوكولا تاعي. المقادير عندي 200 غرام عصير ليمون، 200 غرام سكر، 200 غرام عصير تاع ليمون. شفتوا في الكاس هذاك الداليكاس تاع ام وليد ناقص منها غير نص صبع هكا ولا ماشي بزاف. و40 غرام مارغرين و20 غرام مايزينا. وندير الجي تاع الليمون مع السكر والمايزينا نديرهم نخلطهم بيان ونديرهم على نار قليله ونخليه حتى كي يتقال الخليط كما شفتوا. ونجيبه نقلع الكسرونه من على النار وندير عليها 40 غرام تاع مارغرين وندوب مارغرين بالفوي ما نعاودش نردها للنار. ومن بعد نزيد ندير عليها هذاك الملون وفي نفس الوقت عطر باش يزيد يعزز لنا هذيك اللون تاع الليمون ويجينا صفر كيما لا كولور تاع الليمون اللي نبغوها. كي نكمل نخلط كاع المقادير يتجانسوا لي المارغرين كاع تتخلطوا كاع، نوخرها على جهه ونخليها تبرد تماما. ونجي ندوب هنايا شوكولا بلون، شوكولاته بيضاء في حمام مائي. استعملت غير ديك الكميه باسكو قلت لكم غادي ندير واحد 25 حبه با بليس، ما بغيتش ندير بزاف، درت غير على العيد. وهذا الكاطو ما خصهاش يطول، فيه لا شونتي وفيه الكريمه، ما خاص فيه سيمانته هي نتكل عليها، ما بغيتش ندير بزاف. هنايا بعد ما دابت لي الشوكولا تاعي على حمام مائي زدت عليها البنات مغرف كبيره تاع الزيت، غير مغرف كبيره تاع الزيت هذا ما كان البنات. وراني ندير هنايا في الملون، هنا راني ندير ملون سبيسيال تاع الشوكولا البنات، ما بغيتش ندير ملون ماشي تاع الشوكولا ومن بعد الشوكولا تتخسر لي ونقعد نعمر فيها غير بالزيت. ومن بعد كي نعمروا الشوكولا بالزيت من بعد الكاطو ما يوليش ينحكم نهائيا، ما تقديش تشديه الشوكولا ديرها كتسيح. سكيفي ما ننصحش باش ديروا ملون عادي، ديروا ملون خاص بالشوكولا. انا بعد ما درت ودا عطاني اللون اللي باغيته تاع الاصفر، جبت هذاك المول تاع سيليكون اللي راكم تشوفوا فيه، هذا اللي نخدموا به لي غاطو بريستيج تاعنا. وندير هنا طبقه مليحه تاع شوكولا. انا قلت لكم في لي غاطو بريستيج ندير 2 طبقات، ما نبغيش ندير 3 طبقات. الشوكولا تجيني غليظه بزاف، كي نجي نقسمها ما تنقسمش فاسيلمون، تغبن شويه. بصح كي نديروا 2 طبقات الشوكولا تاعي كي نعضها تنقسم فاسيلمون. هنايا الطبقه الزوجه بعد ما كملت المول الزاوج جبت المول الاول من الكونجيلاتور نخدم وندير في الكونجيلاتور البنات، نخدمو ونديرو في الكونجيلاتور. بعد ما درت المول الزوج في الكونجيلاتور جبت المول الاول درت له الطبقه الزوجه. الطبقه الزوجه نديرو ثاني كميه مليحه تاع الشوكولا، وسيرتو في الحواشي ناكدوا في الحواشي كيما هكا. ونعاود نرد في الكونجيلاتور، رديته في الكونجيلاتور المول الزوج وجبت المول الاول اللي كنت صايدت له 2 طبقات. جبت خدمي وراني كيما راكم تشوفوا نجر في الحواشي بالخدمي باش نقلعه. دروك البنات هاد الوصفه انا ديتها على قناه تاع حنان سليماني، هي هاد الكاطو تاع ديته من عندها للامانه، عجبني جربته عجبني وراني ندير لكم في الكوراج شانيك باش تجربوه باسكو بنين بزاف بزاف فريمون يستاهل التجربه. نقولها يعطيك الصحه حنان سليماني. نورمالمون مانيش غالطه في الاسم، نورمالمون ما رانيش غالطه الله اعلم نسيت، نورمالمون اسمها حنان سليماني. نقولها منا الله يعطيك الصحه على الوصفات تاع الكاطو اللي راكي تعطيهم منا كاع ناجحين وصادقين وكاع اهم حاجه بنان بزاف بزاف. شوفوا هنا بعد ما قلعتهم هي في الفيديو دايره بلي دير كل شيء في المول تاع سيليكون. دارت الشوكولا بعدك دارت الكريمه بعدك دارت لا شونتي من الفوق عاد باش ديمولت الشوكولا. انا لا ما نفضل ندير كيما راكم تشوفوا ندير كاع الشوكولا تاعي كي نكملها ستفها عاد باش نولي نعمرها بالكريمه ولا لا شونتي. دوك نشاركها معكم. هنايا بعد ما كملت كاع الشوكولا درت وقيله واحد 25 ولا 24 ولا ما راني عاقله. المهم هذيك الكريمه دارت لي كاع هاد الكميه تاع الشوكولا اللي راكم تشوفوا فيها. ها ولا نديرو كميه مليحه باش كي نجيو ناكلو نسبنوا الليمون. واللي ما يبغيهاش حلوه بزاف ينقص السكر يدير غير 150 غرام تاع سكر. بصح انا جاتني جيست في الحلاوه، جات الحموضيه باينه والحلاوه ماشي باينه بزاف. 200 غرام عصير ليمون و200 غرام سكر جات سوا في الكو.
وخرتها على جهه وجيت ندير الصابلي هو تالي باش ندير فوقه ديريكت الحلوى بعد ما ندير لها لا شونتي. هنا الصابلي عندي صفار بيضاء، 125 غرام مارغرين و70 غرام سكر كلاص نخلطهم بالفوي كي يتجانسوا. نبقى نزيد عليهم في الفرينه كلالي كاس، والكاس الزاوج راني نزيد فيه غير بشويه، والكاس الزاوج غادي ناكل منه غير نص. تما هاد الكميه تاع 125 غرام مارغرين وصفار بيضاء كلات لي كاس ونص تاع فرينه. درت كميه غير قليله باسكو الصابلي راكو عارفين يغرم وما رانيش دايره كونتيتي كبيره هذا، وغادي يكفيني لهذاك الحبيبات تاع الصابلي، وغادي يبقى لي منها واقيلا واحد 7 حبات ولا ضربهم ولدي ما خلاش حبه، زعما ما عنديش الخساره في هذا الكاطو. يوم بعدك غير كملت جبت درت نخدمه فوق البابي كويسون هكا باش نرفده فاسيلمون. درت شويه رشيت شويه فرينه البنات العجينه نخلوها طريه ما نقصحوهاش. واهم حاجه كي نبقاو نحلو فيها بالرولو نرقوها باش الحبه تاع الصابلي تاعنا ما تجيناش غليظه. كي تجي غليظه تجي باسله في الماكله تاعها، بصح كي تجي رقيقه تجي سوا مع هذيك الشوكولا ولا كريم وكاع. هنايا نديرو نطبعو بسيرسو يكون شويه كبير على الشوكولا باش تجي الشوكولا في وسطه ما يجيش زعما سوا فهمتوا. دوك نوري لكم كيفاش تجي فوقها الشوكولا. غير نحلها. هنا كنت تاعي ديجا شاعله الكوشه تاعي على 180 درجه، نعمر البلاطو تاعي وندفعاه يطيب فيه ساعه. بون هاد المرحله البنات ما كلاتليش الوقت نهائيا. 5 كنت كملت الصابلي تاعي. شوفوا نديروه رقيق فريمون نديروه رقيق باسكو ديجا في الكوشه غادي يزيد ينتفخ. هنا بعد ما خليته يطيب جيت ندير لا كريم اللي هي كاس شونتي، كاس ماشي معمر ناقص زوج صباع تاع حليب بارد. نطلعهم ندير عليهم مغرف كبيره تاع مارغرين يجينا هكاك تحسبوا لا كريم او بور كيما هكا. شاوله هي تجي بنينه عليها باسكو ما فيهاش دهن بزاف فهمتوا. لا شونتي بنينه. كي نكملها نديرها في لابوش هادو كيما كتشوفوا هادو لي جوطاب يساعدوا بزاف في الخدمه. ندير الطبقه الفوقانيه شاوله ما نبقاش نبزط هكا ونكرازي في هذيك لا كريم باسكو لو كان نكرازيها بلا شونتيي لا كريم ما تجيش باينه كي نقسموها فهمتوا تتكرازا. نديرو غير طبقه من الفوقه هكا ابان غير نبلعو الحبيبات تاعنا. هنا غير نكملهم نجيب سباتيل ونبقى ليسي في السطح تاع الكاطو تاعي باش كي نحطها فوق الصابلي ما تجيش هكا طالعه بون البنات. غير نكمل الحبيبات تاعي ليسيهم كاع كومبلي نديرهم في الفريجيدار لمده ساعه باش الكاطو تاعي يشد روحه. بعد ما يمكن ندير له الصابلي البنات نديره نخليه في الفريجيدار دائما باش راكو عارفين ما نريسكيش باسكو لا كريم هذيك تاع السيترون فيها الريسك لو كانت حماض والمام لا شونتي نخاف سما نديرها في الفريجيدار. كي نبغي نحط نجبده نص ساعه قبل ما نحطه في الطبسي تاع الكاطو. هنايا كنت بعد ما خليته ارتاح باش يشد روحه بيان باسكو فيه المارغرين تشد روحها. مين نديروها في الفريجيدار مع لا شونتي كي شدت روحها بيان خرجتها ودرتها فوق الصابلي. شفتوا كيفاش يجي خارج الصابلي على الكاطو. ومن بعدك درته في لي كيسات. والتزيين درت التزيين جد بسيط كما كتشوفوا زينتها بالبيستاش والتزيين اختياري ما بغيت ندير له لا ناكري لا حتى شي حاجه بغيت حاجه سامبل اكت بازيت على لوغو هاكو فاهمين. هو ديجا كيما هكا شباب وين تحرز تزيدوا تكثروا له التزيين وكاع. سما انا بغيت نخليه كيما هكا بغيت ناكل البنه فهمتوا في الكاطو. هنا غادي نقسم معكم حبه شوفوا من الداخل كيفاش يجي. ما نحكي لكمش البنات يجي الروعه ونقولها الله يعطيك الصحه على هذه الوصفه. الحمدي سليماني حنان سليماني استغفر الله توجور نغلط في اسمها حنان سليماني ماما. قولها الله يعطيك الصحه من هذا لا فيديو وربي يجازيك بالخير ان شاء الله على وصفاتك الرائعه. شوفوا هنا كان يقسم فيها يجي يذوب في الفم غير وحده يروح غير وحده في الفم وبنين بزاف سيرتو لي محبين الليمون. وهذه كانت لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. البنات وديكم نزيد نخلي لكم جميع المقادير في صندوق الوصف بطبيعه الحال. وانا هاد الكاطو ديالي البنات خدمه سيغ كوموند. دوك خلي لكم رابط صفحتي على الانستغرام نخدم فيها سكري صالي سيغ كوموند في صندوق الوصف. ضربوا طلع ان شاء الله تعجبكم الصفحه. وكانت هذه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتكون عجبتكم لا فيديو. لا عجبتكم الوصفه خلوا لي لايك ودعموني بليزابونمون وخليكم على بركه الله. الى الفيديو القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.